مستحيل يكون عندك عمود فقري سليم لو الحوض بتاعك مش متوازن. في الفيديو ده هوريك أحسن تمرين علشان تعدل العمود الفقري كله، ويمكن كمان يخلصك من وجع الظهر ده نهائي، حتى لو عندك انزلاق غضروفي أو خشونة أو عرق النسا. وأحلى حاجة إن التمرين ده بياخد أقل من دقيقة. عمودنا الفقري بيشيل الوزن وبيحافظ على توازنه على الحوض، وحتى لو ظهر في الأشعة كده الحوض بيختل وبيتلوى، والخلل ده في الحوض ممكن يسبب حتى رجل أقصر من التانية أو انحراف في العمود الفقري. يلا نبدأ ونعرف إذا كان حوضك فعلا مش متوازن ولا لأ. لو جيت على خط السرة كده على الجنبين هتلاقي عظمتين كبار، عظام الوسط أو الحوض، أو زي ما بنسميهم العرف الحرقفي، يمين وشمال. وقف قدام المراية وبص إذا العظمتين دول في نفس المستوى ولا لأ. شوف إذا كانوا متساويين ولا في ناحية أعلى من التانية، وبكده التانية هتكون أوطى منها. لو لقيت صعوبة تعمل كده، ببساطة نام على بطنك ورجليك بره السرير، واطلب من حد يصور رجليك من فوق لتحت. هتلاحظ إذا رجليك في نفس المستوى ولا في رجل أقصر من التانية. ممكن تقارن بين الكعبين أو العظمة اللي جوه الكاحل. وخلي بالك الفيديو ده من النوع اللي لازم تحفظه عشان تتفرج عليه كل ما تحتاج، وتشاركه مع أي حد تعرفه عنده وجع في ظهره أو عنده الوجع اللي بينزل على رجله أكيد. ودلوقتي هوريك إزاي تصلح الموضوع ده، وبعد كده هسيب لك تمرين تقوية إضافي عشان المشكلة دي ما ترجعش تاني. ماشي؟ هتقعد على ناحية واحدة بس من مؤخرتك، الناحية اللي فيها الحوض أوطى واللي الرجل فيها أطول هتقعد على الناحية دي. الناحية اللي انت عايز تنزلها اللي هي أعلى وعايز تنزلها أو تمد رجلك هتكون بره الكرسي. فاهم؟ التمرين ده معمول عشان كده الناحية اللي أوطى هتسندها على الكرسي، والناحية اللي أعلى هتشدها أو تمدها. صح؟ أظن بالصورة دي الموضوع هيبقى سهل علينا نحفظه. هلف نفسي على الجنب هنا عشان تشوف التمرين كويس. قعدت بس على جنب المؤخرة، الجانب اللي بره. هتسحب رجلك لورا لحد ما تحس بتمدد لطيف في قدام الفخذ، أو بالكتير هنا قدام الورك. التمرين ده مش علشان توصل للحد الأقصى، تمام؟ أول ما تحس بالتمدد هو ده المكان اللي هتثبت فيه. دلوقتي هتضغط برجليك الاتنين في نفس الوقت. ثبت الوضعية لمدة 3 ثواني وبعدين ريح. هتكرر الضغط لمدة 3 ثواني والاسترخاء ده 5 مرات. قبل ما تجرب الناحية التانية ارفع نفسك شوية وتحرك وشوف ايه اللي اتغير في جسمك. التغيير فعلا مذهل، بتحس كأنك حطيت شحم في الحوض وكأن العمود الفقري كله استرخى. ولو حابب تحسن أكتر، عندي برنامج لمدة 2 أسبوع في تمارين سهلة زي دي تقدر تعملها في البيت، وهتخلي عمودك الفقري أحسن يوم ورا يوم. هسيب لك رابط البرنامج ده في وصف الفيديو، وكمان هسيب لك الرابط في التعليق المثبت. معظم الناس محتاجة تعمل التمرين ده من ناحية واحدة بس تقدر تجرب وتشوف ايه اللي هيحصل لو عملت التمرين من الناحية التانية. لو ده خلاك تحس بالراحة والخفة والإحساس الجيد، يبقى جسمك محتاج الحركة دي من الناحيتين. يا ربي، يا لهوي، إحراج. ودلوقتي هتحتاج مقشة أو عصاية علشان تقوي كل العضلات اللي بتوازن الحوض وبتساعدك تدعم العمود الفقري. اسند العصاية على جنب جسمك وارفع رجلك من نفس ناحية العصاية وببطء من غير استعجال لحد ما تحسش بألم. حرك الحوض بعيد عن العصاية وبعدين رجعه مكانه. التمرين ده بيقوي العضلة الألوية المتوسطة لما ترجع الحوض مكانه، وبيقوي العضلة الألوية الكبرى لما بتمنع وزن رجلك من إنه يشد جسمك لقدام. هتعمل 3 مجموعات، كل مجموعة فيها لحد 15 تكرار لكل ناحية. ولو حاسس بألم في ناحية واحدة ناحية العمود الفقري، أو الألم بينزل على رجل من رجليك، بص على الفيديو ده اللي بتكلم فيه عن الألم في الناحية اليمين، وعلى الفيديو ده اللي بتكلم فيه عن الألم في الناحية الشمال. هكتفي بكده دلوقتي. سلام كبير ليك وأشوفك المرة الجاية.